هاي جايز، عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بألف خير. انا اسمي سوسنة. لو اول مرة تشوف القناة لايك وشير وسبسكرايب. النهاردة هنعمل فضلة خيركم مكرونة بشاميل صيامي من دون الفول الصويا. ما اقولكيش كل تركة هتعمليها هتطلع فظيعة. ادي ده كده انا شايفة، ما اقولكيش بصراحة. فبدل ما اقولك الحلويات دي اتعملت ازاي، تعال ندخل في الفيديو على طول واقول لك المكرونه الصيامي دي اتعملت. يلا بينا نبدا في الفيديو على طول. ادي كده يا ست الكل، معانا حله بتاعتنا ميه مغليه. ونشيل الحله الحلوه بتاعتنا دي على فين؟ على النار، ونخليها تغلي تاني. ولغايه لما الحله بتاعتنا تغلي انا قطعت بصله كبيره تمام كده بالطريقه دي. قطعت فلفل الوان اصفر واحمر واخضر، ولو ما عندكيش اي لون من الالوان دي يا ستي حطي نوع واحد. وده مشروم مقطعه كده، ده حوالي 400 جرام و33. تمام، دي الحاجات اللي هنستعملها. خلينا نجهز المكرونه بتاعتنا اي نوع يا ست الكل اللي انت بتحبيه. الميه بتاعتنا غلت، انا زودت ميه تاني. نحط زيت والملح. انا عارفه في ناس ما بتحط زيت، بس انا دايما بحط، يعني اكيد اتعودتوا علينا، انا دايما بحط زيت في اي مكرونه. تغلي شويه تاني. بعد ما غلت معنا نجيب مكرونه واي نوع زي ما قلت لك، ونديها تقليبه يا ست الكل، ونسيبها لغايه لما تستوي. نخلي الميه بتاعتها، عشان دي اللي هنعمل بيها البشاميل بتاعتنا. فالميه بتاعت المكرونه النهارده هنستعملها للبشاميل بتاعتنا. تمام، فبعد ما تستلق نحطها على جنب. تمام، اوعي ترميها. ادي كده يا ست الكل. الخطوه الثانيه معانا نجيب حله ونحط زيت حلوين كده، والبصله اللي قطعناها، ونشيل ده الحاجات الحلوه دي فين؟ على النار يا ست الكل. ودي الميه بتاعت المكرونه خلصت معانا. هنعمل الخطوه دي، هنمشي خطوه خطوه مع بعض، ما تروحيش اي حته. دي خليها على جنب لان دي اللي هنستعملها للبشاميل. كل هضيف ملح وفلفل اسود. عايزين البصله دي تبقى بني فاتح، ونقلب باستمرار، يعني نكون واقفين على البصله مش نمشي ونسيبها. هي خلاص قربت كده يا ست الكل. وبعد كده يا ست الكل كده البصله معانا خدت اللون اللي انا عايزاه. نفسح كده شويه، نحط الفلفل الالوان ونهدي النار. وهنا نغطي على الفلفل ده لغايه لما يدوب معانا يستوي. نغطي عليه هنا ونخليه لغايه لما يدبل. نشوف دبل معانا كده، شايفه؟ يلا نوسع كده. يفضل معانا ايه؟ المشروم الحلو. وانا هحط بهارات: ملعقه صغيره من البصل البودره، ملعقه صغيره من الثوم البودره، ملعقه صغيره من البابريكا، ونص ملعقه صغيره من السبع بهارات، وشويه ملح وشويه فلفل. نقلب الحاجات الحلوه دي كلها مع بعض، ونخلي المشروم ده على نار برضو هاديه، يعني انا ما علتش البوتاجاز لغايه لما يستوي معانا. نغطي عليه كده يستوي وارجع لكم. وادي كده يا ست الكل معانا المشروم والخضار خلص معانا. طب نحط شويه زيت حلوين. ناخد الحله دي على فين؟ على النار عشان نعمل البشاميل بتاعتنا. ونجيب 3 ملاعق خرميه من الدقيق. ادي كده يا ست الكل، شايفه بتاخد لون، يعني احنا مش هنحركها بس بتاخد لون كده، شايفه؟ معناها كده نحط اللبن او الميه بتاعت المكرونه، ما جادحتهاش مش كده. اديها كده لون كده وتشم الريحه بتاعت الدقيق مع الزيت. وانا ولعت الفرن على 180 عشان نحط الصينيه بتاعت المكرونه في الفرن. كده خلاص يا ستي الكل. وميه المكرونه نقلب، وطي النار شويه. هجيب المضرب، احنا مش عايزينها تقيله، يعني تكون خفيفه زي ما بنعمل الفطاري. وانا هحط معاها فلفل ابيض يعني ربع ملعقه، ودي فاجيتا ماجي صيامي، وشويه ملح. ونظبط طبعا، لو ما عندكيش فلفل ابيض حطي فلفل اسود يعني عادي. كده القوام بتاعي ست الكل حلوه. لو احتاجت تاني نحط، لان هي هتتقل معانا طبعا كلنا عارفين. شايفه كده قوامه حلو. انا هنا هحط شويه موزاريلا. ما عندكيش موزاريلا مش لازم. بس كده يا ست الكل، المكرونه بتاعتنا البشاميل بتاعتنا جاهزه. واللي متبعني انا دايما بحب احط على المكرونه بشاميل عشان تتماسك مع بعض. بس ونجيب الصينيه بتاعتنا ونحط الحاجات الحلوه دي مع بعض. هنا يا ست الكل هحط برضو بشاميل كده. تمام، نجيب المكرونه، بنحط المكرونه بتاعتنا الحلوه دي نصها طبعا، ونحط شويه بشاميل عليها. الخلطه اللي عملناها دي ونلزق. وانا هنا هحط لها شويه موزاريلا
نجيب باقي المكرونة. قبل المكرونة نحط شوية بشاميل كده عشان تبقى سايحة بالصوصات الحلوة. بعد كده نحط البشاميل كله على المكرونة بتاعتنا. وادي كده يا ستي الكل بعد ما حطينا البشاميل. انا بحب احطها حتى صيام افطاري، انا بحطها في الفرن 20 دقيقة. بعد كده بطلعها بحط الموزاريلا على فوق. تمام. ولو ما عندكيش موزاريلا صيامي ممكن تحطي بايت زيت وخلاص تكون هي كده طابت، تديها تحميرة يعني وخلاص. تمام. اشوفكم لما تطيب. وادي كده يا ستي الكل المكرونه بتاعتنا جاهزه. مولعه نار يدوب طلعتها من الفرن. نفتح كده مع بعض ونشوف المكرونه دي. قطعيها على حسب الاشخاص اللي في البيت طبعا. تعمل كده في الصيام تكوني عازمه حد ومش عارفه تعمل ايه اكل، ايه رايك تشرب السفره بتاعتنا وجنبها سمك كده؟ يا سلام. هي بصراحه سخنه، انا مش عارفه هطلعها ازاي يعني مولعه. شايفه نايحة عشان سخنة، ممكن تستني عليها. شوف المكرونة دي فظيعة يا ستي الكل، لازم تجربيها بالطريقة دي. ولا فيها اللي هو الفول الصويا ولا اللحمة الصويا، عشان دايما احنا بنكون محتارين في الصيام ان احنا عايزين نعمل حاجة حلوة. يعني في الصيام دايما بنكون محتارين ان احنا عايزين نعمل مكرونة بشاميل بس. يعني انا عندي هنا ما عنديش الفول الصويا، فبصراحة الطريقة دي حلوة. أنا مش أول مرة أعملها، عملتها قبل احتمال 2 3، فحبيت إن أنا أجربها معاكم تاني. وأدي دي كانت الوصفة بتاعت النهاردة. غدا سريع ما خدش معانا أي وقت. وياريت تجرب الوصفة دي وتكتبي لي كومنت حلو كده، هل أنت بتجرب أي وصفة من الوصفات بتاعتي ولا لا؟ واكتبي لي من فين أنت بتتابعيني، يحب إن أنا أعرف الناس من فين بتتابعني. ولغاية لما تيجي في فيديو جديد إن شاء الله.